عارفين الدراما الكورية الشهيرة هيل باوند أو جيوك؟ طيب تعرفوا إن ليها معرض معمول هنا في مصر في المركز الثقافي الكوري؟ مع بداية الأسبوع الثقافي الكوري المركز الثقافي الكوري عمل الكي كوميكس وورلد، وده بيتكلم عن دراما هيل باوند أو ثقافة الكوميكس عامة في كوريا. وبجد يا جماعة المكان سو كول هناك، أنا ما تصورتش إن ممكن حاجة زي كده تتعمل في المركز، بداية من تعريف الكي كوميكس عامة وفوتو بوست الكوميك هيل باوند تقدروا تصوروا فيه صور حلوة. ده غير بقى القاعة لما دخلتها من جوه بجد أنا ما صدقتش اللي قدامي، لأن رحت المركز كتير وعارفه القاعه دي، بس هم حرفيا حولوها تماما من شاشات بتعرض واحده من رسومات الكوميكس في مرحله انشائها من اول درافت خالص لحد الاخر زي ما انتم شايفين كده، وشاشه بيتعرض عليها اجزاء من الدراما، ده غير كمان الاعمال الفنيه اللي انتم شايفينها للكوميك عامه. بجد انا انبهرت من الاعمال اللي موجوده جوه والاتموسفير ذات نفسه. مش بس كده، كمان هم عاملينها زي جيم شويه، حاجه ليها علاقه بقصه المسلسل اكتر او الكوميك. فكرة ان في 4 ستامبس في انحاء القاعة كلها انتوا بتدوروا عليهم علشان تختموا الورقة اللي معاكم اللي بيديوها لكم في الاول، وهم مخلينها حاجة فن كده كأنكم بتهربوا من الجحيم. بتجمعوا الفور ستامبس علشان في الاخر لما بتوصلوا لنهاية المتاهة بتاخدوا سيفونيرز وحاجات كتير ليها علاقة بالكوميك. بجد كانت تجربة لطيفة جدا، انا ما كنتش متوقعها، انا اصلا كنت رايحة علشان الكورس بس اتفاجئت باللي كان موجود جوه. كمان كان موجود هناك الكوميك ذات نفسه بالجزئين بتوعه ونبذة طبعا عن الكاتب. وانا اخيرا كان ناقص لي اخر ستامب، والصراحه اخر ستامب ده كان مخيف بالنسبه لي شويه. خدت صور كتير كانت موجوده بتتوزع هناك، ده غير ميداليه للكوميك وديزايند بين تقدروا ان انتوا تعملوه بنفسكم، ولو حابين كمان تروحوا تلونوا بعض الرسومات من الكوميك. فبجد الفعاليه حلوه جدا لكل اللي بيحبوا هيل باوند او حتى ما لهمش في الكوميكس الكوري ولا شافوا الدراما زي كده، فبجد هيعجبهم جدا. المعرض ده موجود لاخر الشهر فما تفوتوش.